الاشواجندا ولا الروديولا، مين فيهم الانسب لك؟ حاسس انك مضغوط ومحتاج توازن؟ جربت الاعشاب اللي بتديك توازن وطاقه قبل كده؟ اكيد في ناس كتير منكم جربوا الاشواجندا قبل كده. الاشواجندا هي عشبه هنديه قديمه واسمها يعني قوه الحصان، وهي بتشتغل كادابتوجين، يعني بتساعد الجسم على التعامل مع التوتر والقلق. بتقلل هرمون الكورتيزول في الجسم فبتساعد على الاسترخاء والنوم وزياده هرمون الذكوره عند الرجال. اما الروديولا فهي من اعشاب جبال سيبيريا ومناسبه اكتر للناس اللي مجهده وعايزه طاقه وتركيز، لأنها بتقلل الإجهاد الذهني وبتساعد على زيادة الانتباه والقدرة على التحمل البدني والعقلي. يعني الروديولا مناسبة أكتر للناس اللي بتشتغل كتير أو بتذاكر كتير. وباختصار الأشواجندا بتساوي تهدئة وتوازن ونوم، أما الروديولا بتساوي طاقة وتركيز ونشاط. فلو قلقان ومتوتر وتعبان روح للأشواجندا، ولو تعبان ذهنيا ومحتاج تركيز وطاقة اختار الروديولا. بس مهم جدا تعرف إن الأعشاب دي قوية، فاوعى تاخدهم مع أدوية بدون استشارة الطبيب بتاعك، خصوصا لو عندك مشاكل في الغدد او في القلب. قول لنا في الكومنتات لو جربت الاشواجندا او الريديولا قبل كده، وقول لنا برضو مين فيهم ناسب جسمك اكتر. وتابعونا في الفيديوهات اللي جايه لرحله اعمق في عالم الاعشاب الطبيعيه.